اشرب 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 بقى، خليك تنام، خليني اشوف انا هعمل ايه. ايوه بالظبط كده. يا ماما بتعمل ايه ولا بتبحث ايه؟ ماما انت كنت بتعملي ايه؟ انت واقفه هنا بتعملي ايه من امتى؟ انا ما كنتش بعمل حاجه، انا كنت بنشر والمشبك وقع. يلا يلا ارتي حبيبتي، اطلعي انت يا ماما عند عمتك فوق، ولما ابقى انده عليك وابقى تعالي انا هنضف الشقه، ماشي؟ انا حاسه ان كانت ماما بتبحث حاجه، مفيش مشبك واقع منها، لما ارجع اشوف فيه ايه. يا ماما انا هروح اشوف هي حفرت فين في اي حته. هتحفر هنا ولا قدام شويه؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ ريهان يا ريهان، هو ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ احنا نايمين هنا ليه؟ احنا ايه اللي نايمنا هنا؟ ما نمناش جوه ليه؟ ما اعرفش انت من ساعة ما ايه ده؟ ساعة ما شربنا العصير اللي صاحبك مرضيش يشربه ده، ايه اللي حصل لنا؟ يعني ايه يعني؟ يا لهوي يا نهار اسود، ايه ده؟ الفلوس فين؟ راحت فين؟ يبقى هو نيمنا وسرقنا، يعني هو حط لنا حاجة في العصير ده. انا دماغي مصدعة، مش قادرة. عشان يا كده لهوي. طلب مني كوباية مية؟ وادي فلوسك يا استاذ احمد. ماشي يا استاذ عماد، تسلم والله. العصير ماشي يا حبيبتي، حطيه هنا. اي خدمة. تسلم يا استاذ عماد، اتفضل اشرب العصير. انا استاذنك بس يا استاذ احمد شويه ميه بس. بس كده عينيا، حاضر. بقول لك ايه، هات كوباية مية. بقول لك ايه، هي الفلوس اللي بره دي كلها بتاعت مين؟ بتاع انت يا بنت، في ايه؟ بجد؟ ايوه بجد. ماشي، اللي انا عملته صح الصح. اتفضل يا استاذ عماد. ماشي. استاذنك بقى، عارفيني بقى من العصير يا استاذ احمد، معلش. يا استاذ عماد، ما هو اتعمل اهو. معلش عشان نستعجل. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورت يا باشا، نورت. ايوه هو، يبقى هو طلب مني اجيب له ميه عشان يحط لي حاجه في العصير، بس على مين وحياة امي ما يحسبه وراح اهدى، خد بس، تعالى اهدى كده وفكر بهدوء كده، مش هتعرف تاخد حقك وهتخلص بقى، هتخلص حقك هيضيع عليك. فكر له بهدوء وانت هتجيب حقك. اهدى عشان تعرف تفكر. عندك حق. لكن بالطريقه دي انت هتضيع حقك ومش هيبقى لينا عنده اي حاجه. انا لازم اثبت له ولا كأن في حاجه حصلت. بالظبط، ما ولا كأن في، ما تجيبلوش سيره حاجه. خد حقك بالعقل، فكر له بالراحه. احنا لازم ناخد حقنا بس بالراحه، بالتفكير مش بالتهور، عشان ما تضيعوش. هو بالراحه وحقها يرجع، صح بعدها يحلها ربنا. صح. ايه ده؟ انا مش لاقياها. هي انا بحط في كل حته، هي بحطت فين يا رب؟ انا مش قادره اسلك طولي من ساعه البتاع اللي انا شربته ده. ايه ده؟ مش مصدقه اصلا انه يعمل فينا كده. ان شاء الله حقها يرجع، بس احمد يعمل معانا كده وفي بيتي. ماشي يا عماد. يس، برافو عليا، ده انا عليا دماغ تتقل بالدهب. الفلوس بقت بتاعتي لوحدي. ايوه كده صح. ايه ده؟ انا نسيت اديله ورقه الحساب.
طب اروح بقى اديها له، ما انا كده كده قريب من البيت. انت بتعملي ايه يا حبيبتي؟ انا واحد مني هنا حاجه يا عمو، بس بدور عليها بس مش لاقيها. حاجة ايه دي؟ هي تدور معاك. يعني هي حاجة كبيرة ولا صغيرة يعني ولا فين بالظبط؟ حاجه كبيره شويه. ايه ده؟ ده فلوس. ده الفلوس انا لسه مديها لباباكي. ايوه دي يا عمو اللي انا كنت بدور عليها. يا حبيبتي انت بتاخدي الفلوس من ورا باباكي؟ لا ما ينفعش كده. انت فاهم غلط. طب تعالي بس، تعالي يا ارتي يا حبيبتي. مش حال ان احنا عشرة عمر يا اخي، مع ان انت لو طلبت مني الفلوس والله ما كنت هحوشها عنك. دايما في ظهره ودايما مع بعض، يعمل معانا كده ليه؟ شاف منا وحش. ايوه عماد. ايه يا استاذ احمد؟ ينفع كده يا استاذ احمد؟ ايه اللي ينفع؟ ايه يا اخي؟ انا كنت بحوش عنك حاجة؟ ولا انت كنت عايز تاخدها وضميرك صح وجاي ترجعه؟ لا يا استاذ احمد تفهم غلط. فاهم غلط ايه؟ انت يا عماد انت اللي تعمل كده، اطلبهم قول اللي عايزهم، والله ما هعزهم عنك. من امتى وانا بحوش حاجة عنك يا عماد؟ يا عم والله انت فاهم غلط. يا لهوي يا نهار اسود، ده يا خسارة الصحوبية. انا مش عارف اقول لك ايه. يبقى انا كنت بدخلك في ارتي خرابي يا فضحتي يا مصيبتي. مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوله ده يا استاذ احمد. انا كنت جاي اقول خلاص لك بقى كفايه، حرام عليك، ده عمره ما استخسر فيك حاجه، ده عاملك زي اخوه يمكن اكتر، ليه تعمل فيه كده؟ خلاص بس خلاصي انا خلاص من النهارده لا ليا اخوات ولا اصحاب، ومش عايز اشوف وشك تاني. انا مش فاهم حاجه يا استاذ احمد، ليه بس كل اللي حصل خلاص بقى كده؟ روح لحالك بقى، روح لحالك، الله يسهل لك، روح لحال سبيلك. يلا يا بابا يلا خلينا ندخل. يا بابا انت فاهم غلط. اسكت انت يا حبيبتي، شوف حتى البنت كانت بتعزك. خد بره يلا، مش عايز اشوف وشك. بص يا استاذ احمد، ده يا استاذ احمد ولا انا هسيبك دلوقتي تهدى وبعدين اكلمك بعدين. لا تكلمني ولا اكلمك غور. عمو عماد مظلوم، وماما هي اللي حطت الفلوس في الجنينه. ايه ده؟ انا نسيت اديله ورقه الحساب. طب اروح بقى اديها له، ما انا كده كده قريب من البيت. كويس يا حبيبي ان الفلوس رجعت لك تاني، المال الحلال عمره ما هيروح ابدا. اكيد طبعا. يلا يا بابا يلا نخش. انا بجد محتاره قوي، ولو قلت لبابا ماما هتسيب البيت وتمشي، وعمو عماد صعبان عليا عشان هو مظلوم. قولولي في الكومنتات اعمل ايه، اقول لبابا الحقيقه ولا لا؟ بس خليكوا فاكرين لماما مش هقدر اعيش من غيرها.